السلام عليكم. هذا آسان هاجر مع بوه من السنغال لفرنسا، وتما بوه خدم شيفور عند واحد السيد سميتو بيلي جرين، كيتعتبر واحد من الاغنياء ديال فرنسا. كان عنده واحد الكولي غالي بزاف ديال الاميره ماري اونطوانيل. من بعد مده غادي تسرق الكولي من الخزنه تاع بيلي جرين، وتما اتهموا باش آسان، وبعد ما بزوا عليه باش يسيني انه هو اللي سرق الكولي، لقاوه منتحر في الحبس. غادي يوقف آسان حدا القبر ديال بوه وغادي يكون مدمر، ومن بعد 25 سنه غادي يكبر آسان وغادي يحترف النصب والاحتيال، حيت كان بوه كيجيب ليه الروايات ديال ارسيل لوبين، وصغرو كامل وهو معجب بالشخصيه ديالو. واحد النهار غادي يكون كيتفرج في الاخبار حتى غادي يسمع بلي العائله ديال بيلي جرين قدروا يرجعوا الكولي، فكك ومفرق على بزاف ديال البلايص، ودابا حاطينه في المتحف لوفر مما يبيعوه للمزاد. فهاد اللحظه قرر آسان باش يسرقه وبدا ينفذ في الخطه. اول حاجه خاصو يلقى طريقه تخليه يدخل المتحف وحتى واحد ما يشك فيه. غادي يمشي عند رئيسه ديال شركه النظافه المسؤوله على المتحف، غادي يطلق عليها السلوقيه، غادي يقول لها باللي راه فقير وهاجر من السنغال، ودابا كيقلب على شي خدمه يدبر فيها طرف ديال الخبز حتى غادي يتحن فيه وغتوظفوا معاه. ودابا غادي يدوز للخطه الثانيه، خاصو يقلب على ناس يعاونوه. قصد واحد العصابه وطلب من عندهم الفلوس، ومن بعد مده رجع عندهم وقال لهم سمحوا لي راه ما قدرتش نرد لكم الفلوس، وتما شدوا خونا القرع ودلاه من الباركه. بدا آسان كيغوت وكيقول لهم باللي راه عنده واحد الخطه غادي تخليهم مرفحين بين ليله ونهار. وملي سولوا على الخطه قال لهم غادي نسرقوا واحد الكولي غالي من المتحف، خوتنا حتى هما طالبين عليها. ديك الساعه بداو في التنفيذ، دخلوا المتحف على اساس انهم عمال ديال النظافه. جوج منهم سلخوا الحراس ولبسوا لهم الكوبليات ديالهم، الثالث مشى لغرفه المراقبه فرشخ الحارس اللي تما وطفى الكاميرات. هاد اللحظه عندهم غير 7 ديال الدقائق باش يسرقوا الكولي. ومن جهه اخرى انتحل آسان شخصيه رجل اعمال سنغالي، وبقى كيتزاد معاهم على الكولي حتى ربح. ومن بعد ما دخلوه باش يشوف الكولي مباشره، دخلوا معاه جوج موظفين وجوج سيكوريتي، وغادي يكونوا دوك جوج سيكوريتي هما العصابه ديال آسان، وغادي يعطيهم الاشاره باش يهاجم. ولكن للاسف العصابه كانوا دايرين بحساب باش يغادروا آسان، وبالفعل داكشي اللي كان، ربطوا آسان والموظفين وهربوا، ولكن شدوهم البوليس وحيدوا ليهم الكول. وهنا غادي نعرفوا باللي آسان كان داير بحساب العصابه انها غادي تخونوا، ودار بحسابهم قبل ما يعطي الاشاره بدل الكولي بواحد مزور، دار الاصلي في طارو ديال الزبل ولاح لهم المزور باش ياخذوه من يكونوا هاربين. وهنا آسان خرج من الغرفه ودخل للطواليت، لبس الحوايج ديال عمال النظافه ورجع باش ينظف الغرفه، خدا الميكا ديال الزبل وملي داز بها من التفتيش خرج برا ويجبد الكولي من وسط ليكوش، وهو كان جحات الخطه ديالو. وفي هذه اللحظه غيبان الضابط كاع وغيكون عارف باللي الكولي اللي حيدوا العصابه كان مزور وبين شي واحد اللي قيدهم. هذا الضابط غيكون حتى هو كيبغي القصص ديال ارسيل لوبين، وحس باللي هذه العمليه ديال السطو هي نفسها قراها في القصص ديالو، واكتشف باللي الراجل السنغالي اللي شرى الكولين سميتو نفس العدد الحروف اللي سميت ارسيل لوبين. في هذه الوقيته مشى آسان عند طليقته وخدا ولده باش يخرجوا وعطاه وحده من الروايات ديال ارسيل لوبين. من موراها غيدي آسان الكولي لواحد صاحبه تاجر ديال التوحال. هاد صاحبه كان تعرف عليه ملي كان في الملجا، قلب الكولي وقال ليه باللي راه اصلي 100%، وزاد قال ليه باللي الجواهر ديال هاد الكولي عمرها تفرقات كما قال بيلي جرين. هنا آسان غيبدا يشك بان الكولي عمرو تسرق، وان بيلي جرين غير دار قالب باش ياخذ التامين ديالو، وان با غير مقيد وخاص يبين البراءه ديال باه. صيفط رساله لبت بيلي جريني وطلب منها باش يتلاقاو، وباش يقنعها خلى لها جوهره من الكولي وطلب منها تجيب بحدهم وما تعلمش البوليس. هنا غادي توصل بنت بيلي جريني فيه كان داير معاها، ولكن كانت عالمه البوليس، داروا كاميرات وميكروفونات في كاع البلايص. وصل آسان وكان داير بحال شي ليفرور وكان مخبع وجهه، جلس في جنبه وحط يدو على الميكروفون، ومن يحيد الماسك عرفاه. ومن يطلب منها تعترف باللي باه ما سرقش الكولي قالت لي باللي راه هو اللي صنع الاعتراف بيدو ودي الحقيقه. وفي هذه اللحظه تبعوا البوليس باش يشدوه. خونا آسان خبع وجهه ويهرب، وملي تبعوا البوليس لقاو بزاف ديال الناس لابسين بحاله وراكبين على بيكالا من نفس النوع، حيت ديجا آسان كان داير حسابه وطالب الماكله لنفس البلاصه. وقفوهم البوليس كاملين ولكن آسان ما كانش معاهم، وحتى شي واحد منهم ما قدر يعرف المواصفات ديالو. طلبوا من بنت بيلي جريني باش توصفوا لهم، ولكن دارت لهم عامره في خاويه. ومن موراها مشات عند باه سولاتو قالت لي واش نيت بات آسان سرق الكولي ولا غير مقدمينه. اكد ليها باللي بات آسان سرق الكولي. وملي آسان ما صور والو من بنت بيلي جريني قرر باش يقلب في اوراقه لقدام، تما غادي يلقى واحد الرساله مخليها ليه باه، وملي غادي يبدا يقرا غيلقى بزاف ديال الاخطاء في شي كلمات، ولكن غادي تفكر بان باه مهتم بزاف بالاملاء ومستحيل يدير هذوك الاخطاء. تما غادي يفهم بان هذوك الاخطاء كود مخليه ليه باه. بقى مقاتل حتى حل الشيفره، والحل ديالها غادي يوصلوا عند واحد السيد كان شريك مع باه في الشومبر. هنا غادي يضطر يدخل الحبس باش يتلاقى به، انتحل الشخصيه ديال المسجون ودخل الحبس اللي كانوا مدخلين ليه باه، وبدا كيقلب على ذاك الراجل. تما عرف باللي دخل للسبيطار حنت مريض. من موراها غادي يضارب آسان مع جوج مساجين باش يدخلوه للسبيطار. خونا آسان دوز واحد الليله تما وهو يتلاقى مع شريك باه في الشومبر. تما
اسان بدا كيسولو على اي حاجه يمكن تنفعو. قال لي الراجل باللي انا وبا كنا شادين الشومبر غير في الاوراق، حيت ملي جانا هما لاحينو غير في الكاشو. شويه هو يتفكر باللي باج اسان خلى لي شي كتاب وقال لي من يسول فيا شي واحد عطيه ليه، وفي الاخر هو يقول لي باللي راه الكتاب كاين في الشومبر مع حوايجو. مشى اسان للشومبر بقى كيقلب حتى لقاه، فتحو بدا يقراه، هو يلقى فيه واحد الشفره، ومن يجمع هاد الشفره عطاتو واحد الجمله، وهاد الجمله هي انا بريء ومحبوس بسبب عائله بيلي جرين. مورا بدا كينفذ في الخطه ديال الهروب، وشرب واحد الدواء كيدخل بنادم في غيبوبه بحال الموت. مورا هو يستعمل الفوطه على شكل مشناقه باش يزور الانتحار ديالو، من بعد هو يربط فيها شبكه باش ما تقتلوش المشناقه. من بعد دخلت عليه الفرمليه وهي تلقاه من تحت، حساب ليهم مات وداوه في لومبيلونس. هو يخرج من الساق ديال الموتى وهكا نجح في الهروب من الحبس. من موراها مشى للدار ديال بيلي جريني ويقول لمرتو با بريء وانتوما هما السبب تدخلتوه للحبس. قالت لي باللي الضابط اللي كان مكلف بالقضيه قال لهم باللي باك الا سينا على الاعتراف غادي يتخفف عليه الحكم، وباللي هي اللي مشات قالت لبا هاد الهضره وحد كيتيق فيها سينا ليهم، ولكن اكتشفت بان القاضي عطاها اقصى عقوبه ومن بعد مده لقاوه منتحر. ومن مورا هادشي اللي وقع حسات بدن وبقات كتبرع لدار الايتام اللي في اسان باش يقرا مزيان. هو يقول لها اسان فلوسك كامله عمرها تغفر داكشي اللي درتي. بقى اسان كيبحث هو يعرف باللي البراءه ديال با يمكن يتبت هاد الضابط دوموند حيت هو اللي كان مسؤول على القضيه، ولكن غيكون الضابط دوموند ترقى ولا هو الرئيس ديال الشرطه في باريس. فكر اسان في شخصيه راجل ايسي ودخل البلديه، غوت لدومون وقال لي بلي لقيت شي افلام اباحيه في البيسي ديالك. سكتوا المحقق بالزربه وجروا المكتب ديالو باش يكملوا الهضره تما، ولكن في الطريق ديالو من البيرو اسان خنق المحقق وحيد الكارت سيم من التليفون ديالو، ومن موراها دخل المحقق لواحد الغرفه وربط ليه يديه في واحد الكرسي، وهاد الغرفه كان فيها كاميرات وتلفازه، واما اسان فكان في واحد الغرفه حداها باش يحقق معاه. اما الغرفه فغادي تكون في نفس المبنى اللي فيه البلديه، وهذه كانت هي الخطه ديالو من الاول باش البوليس ملي غادي يوصلهم خبر الاختفاء ديال دومون غادي يقلبوا الكاميرات. ديك الساعه غادي يبان لهم واحد العزي مخرج واحد الصندوق كبير وداروا في الطوموبيل، غادي يحسب لهم بلي المحقق في الصندوق تبعوا الطوموبيل ولقاو البلاصه، وملي وصلوا تما شدوا الشيفور وخرجوا الصندوق، ولكن لقاو فيها غير واحد اللعبه وواحد التليفون. ومن يسولوا الشيفور قال لهم بلي الراجل اللي كان معاه نزل في الطريق قال ليه تسنانا ورجع للبلديه. ومن جهه اخرى اسان بدا التحقيق مع دومون، عرض عليه التصاور ديال باه وقال ليه علاش لبقتي ليه التهمه. المحقق انكر وقال لي بلي هذا الراجل راه كان شفار. هدو اسان وقال لي بلي راه كنعرف عليك بزاف ديال الدواسه، من نهار الرشوه اللي كتاخذ من عند البزنازه ديال الغبره والسلاح. بقى المحقق ناكر حتى لواحد اللحظه اسان سخط هو يعرفه، بدا المحقق كيقنعو ويقول لي بلي انا ما لبقت لباك والو وبانه هو فعلا كان مجرم. هنا قال لي اسان تيقتك وغادي نخليك تمشي. هنا غادي يتفكر دافيد كام بلي سام القصص ديال ارسيل لوبين خطف واحد وما خرجش به من المبنى. هنا عرف بلي المحقق باقي وسط البلديه، رجع تما بالزربه وبقاو كيقلبوا حتى لقاو المحقق، ولكن للاسف اسان مشى. تاكد كام بلي السرقه والاختطاف داروا من نفس الشخص وكيقلد ارسيل لوبين. داكشي علاش قرر يعلم الرئيس ديالو بهاد النظريه. مشى عند محقق دومون وشرح ليه النظريه ديالو، ولكن ما غاديش يبغي يعاون وغادي يخرج دافيد كام من القضيه، حيت الا تشد اسان غادي يتفرش. وملي رجع المحقق للدار قلب بيدو لقى الكاميرات اللي زارعهم اسان، حيدهم كاملين ودخل للدوش. تما تفكر ملي كان كيحقق في القضيه ديال باج اسان. مشى عند بيلي جريني واتفقوا وياه باش يلبقوا التهمه لباج اسان. ملي سال الدوش صون البيلي جريني قال لي ضروري خاصهم يتلاقاو باش يهضروا في القضيه ديال باج اسان عند ولدو بان ويقدر يفرش لهم كل شيء. هنا دخلت عليه مرتو طمنها وقال لها ما تخافيش، حاول يطلق اغنيه باش يتكالما، ولكن غادي يكتشف بلي الباف طلق المكالمه ديالو مع بيلي جريني. مشى كيجري يهرسو عرف بلي اسان كاع ما تيقو وباقي مراقبه. غيحاول اسان يدخل للدار ديال بيلي جريني بالدرون باش يصور اي وثيقه مهمه، ولكن الدرون غتدخل في الليزر وغادي يخدم الانذار، ولكن للاسف طاح الدرون وما صور والو. النهار الاخر مشى عند دومون مباشره وبدا كيضغط عليه باش يعطي اي وثيقه ولا اي دليل باش يفضح بيلي جريني. شاف تعيا ويوري واحد صحفي عدى جميع الدواسه على بيلي جريني، وملي مشى عند اسان باش تعاونوا قالت لي راه كاين واحد السيدي في بيلي جريني كيدير صفقه مع بزنازه ديال السلاح، وداك السيدي كاينو في المقر اللي كانت خدامه فيه وجراو عليها بسبب بيلي جريني، وهذه هي احسن فرصه باش تنتقم منه. وهاد الوقيته غيكونوا البوليس كياخذوا الاوصاف ديال اسان من عند الناس، ولكن كل واحد فيهم كيعطي وصف في شكل، ولكن هادشي خلى الضابط يتاكد بلي الجرائم مرتبطه بعضياتها وكاملين داروا على طريقه ارسيل لوبين، حيت حتى هو كان متنكر واعر. وفي نفس الوقت اسان غادي يدخل المكتب ديال الجريده اللي كانت خدامه فيه ديك الصحفيه، خدا السيدي ولكن غيعاقبوا به الحراس وغيتبعوه، وغادي يبقى هربان حتى وصل الطوموبيله ديال الصحفيه وهربوا. ومن بعد اسان فتح كونت في تويتر ولا فيها تغريده بان بيلي جريني من اشهر التجار ديال السلاح، وزاد فيها
الارهاب اللي كيعاون الارهاب. خبر هذا بطبيعه الحال دغيا غيدير بهم. جمعوا الصحفيين كاملين حدا دار بيليغريني باش يعرفوا شنو واقع. بطبيعه الحال نكر وقال لهم اللي عنده شي حاجه ملموسه يجبدها. ومن وسط الصحفيين غادي تخرج ديك الصحفيه اللي كتعاون اسان وغادي تطرح عليه شي اسئله وغادي تزيرو. بقى كيشوف فيها وفي واحد اللحظه تفكر وصيفط واحد خونا باش يراقبها، ولكن قدرات تفلت منه. ومن بعد غادي يتنكر اسان وغيمشي لواحد البرنامج وغادي يعرض الشريط اللي غادي يفضح به بيليغريني. للاسف غادي تعرض الشريط ولكن ما غيكون نافع بوالو حيت قطعوا منه كاع الحوايج المهمين. هنا اسان غادي يفهم بلي بيليغريني شرا القناه باش يقطعوا الشريط، ناض باش يمشي بحالو، ولكن لقى الرجال ديال بيليغريني كيتسناو فيه. وحيت اسان صحيح عطاهم قتله ديال العصا وهرب. موراها مشى للدار ديال الصحفيه ولقاها مشنوقه، وتما عرف باللي بيليغريني وصل ليها وهو اللي قتلها. الجهه الاخرى بيليغريني غيجي اتصال من عند بنته وغادي تقول لي باللي اسان هو ولد الشيفور اللي كان خدام عندنا وهو اللي سرق الكولي. وفي هذه اللحظه فهم باللي اسان بغى ينتقم لبوه. غيلاحظ ضابط باللي الراجل اللي مشى للبرنامج باش يفضح بيليغريني فيه نفس المواصفات اللي كيقلبوا عليهم، و100% هو اللي منوض هذه الروينه. ومن بعد الموت ديال الصحفيه اسان غادي يدخل في اكتئاب وغادي يحس بالذنب. مشى عند صاحبو تاجر ديال التحف هو اللي نصحو قال لي بعد باش تفكر مزيان، وبالفعل داكشي اللي دار. مشى عند دار طليقته عطى لولدو كادو حيت اليوم العيد الميلاد ديالو واللي كيجي في نفس النهار اللي تزاد فيه ارسيل لوبين، وقال لهم غادي يديهم يدوروا في البلاصه اللي تزاد فيها. وولدو فرح بزاف. اما الضابط قام فباقي كيدير التحقيق ديالو واخا جراو عليه من الخدمه. وشويه غادي تفكر بلي اليوم العيد ميلاد ديال ارسيل لوبين، حيت بما ان المجرم كيقلدو في كل شيء فبطبيعه الحال غادي يمشي للبلاصه اللي تزاد فيها. في ديك الساعه جمع الوقفه وسبقوا تمانين. الجهه الاخرى غادي يركب اسان مع عائلته في الترين باش يمشيو يشوفوا البلاصه اللي تزاد فيها ارسيل لوبين. هنا جبدت الطليقه ديال اسان التليفون باش يضربوا واحد السيلفي. ملي اسان بغى يشوف الصوره لقى واحد من الرجال ديال بيليغريني حاضيهم. قال لعائلته باللي غيمشي للطواليط تما تبعوا داك خونا. وملي كان غادي في طريقه سرق لسواره الكونترول، موراها مشى للغرفه ديال الباكاج تبعوا داك الساط وكرماسو وموراها رجع للبلاصه. وفي هاد اللحظه غادي يكتشف اسان باللي داك خونا باقي يتابعو. هنا اسان غادي يكتشف باللي راه عنده سلاح، غادي يريح دا ولدو، غادي يجبد التليفون وغيدوي مع المحقق اللي كان مكلف بالقضيه ديالو. صيفط ليه رساله وقال ليه باللي راه هو اللي سرق الكولي وغادي يلقاه في لاكار الفلاني، ولكن عطاه المواصفات ديال الراجل اللي مراقبه. ملي وصل التران المحطه قال طليقته تهبط الدري وتهبط وهو غادي يتبعهم. نزل من التران والراجل اللي مراقبه كيهدو بالسلاح، وكان ديجا اسان حط واحد طريف من الكولي في الجيب ديال الراجل. مع داز واحد شويه ديال الوقت وما يوقف البوليس وشدوا الراجل، ومع شدوا البوليس هبطوا للارض وقلبوا لي يجيبوا لقاو فيه واحد طريف ديال الجوهره. وهكا اسان قدر يتفك من الراجل وغادي يدوز الرحله ديالو بخير مع عائلته. وفي هاد الوقيته غيمشي الضابط اللي مكلف بالقضيه باش يحقق مع داك اللي شدوه في التران، ولكن غادي تلاقى رئيس الشرطه دومن وغادي يقول لي راني خليته يمشي حيت السلاح اللي عنده مرخص واي واحد ممكن يحط ليه الجوهره في جيبه. واما اسان فمشى عاد ولده وطليقته باش يكملوا الرحله. وهنا غادي تقول طليقته لولده باش يمشي يلعب جهه البحر حيت باغا تهضر مع باه. هنا غادي تكون حسات بشي حاجه وقالت لي قول لي شنو واقع. هنا غادي يقول لاسان ما نقدر نقول لك والو هاد الساعه حيت يقدر يكون هادشي خطير عليك. اما في هاد الوقيته فغادي يكون ولده مغبر وكل واحد مشى شد جهه باش يقلب عليه، ولكن ما غاديش يلقاو حيت الراجل اللي كان تابع اسان في التران هو اللي خطفو. ملي اسان غادي يدور يشوف وراه غادي يلقى الضابط، وهنا الضابط غادي يعرفو. المهم الخوت غادي تكون هذه النهايه ديال الجزء الاول. وإلا عجبكم هذا المحتوى ما تنساش دعمونا بواحد لايك وبواحد الكومونتير، واللي مازال ما مابونيش يتابونا معنا، وكيف العاده تسناونا في البارت الثانيه.